ازيكم؟ اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. معاكم احمد سعيد، والحلقه المره دي هنشرح فيها اللايت روم كامل في نص ساعه بس. يلا بينا نبدا الحلقه. لازم تبقى عارف ان انت كمصور لازم تشتغل ايديت على برنامجين مهمين جدا، وهما الفوتوشوب واللايت روم. لو اتكلمنا عن الفوتوشوب فهو ادفانسد ليفل، فبشكل بدائي لازم تبقى فاهم كل حاجه في برنامج اللايت روم عشان تقدر تطلع نتائج كويسه. وبعد ما تخلص دراسه اللايت روم وتبقى كويس فيه ممكن تتنقل للليفل الاعلى وهو برنامج الفوتوشوب. والنهارده ان شاء الله هحاول بكل بساطه ان انا ابسط لكم برنامج اللايت روم كله في خلال 30 دقيقه بس، وانا اوعدك بعد الحلقه دي اكيد هتبقى فاهم اللايت روم جدا. ويلا دلوقتي نتنقل على الجهاز ونبدا الحلقه. طيب احنا اتنقلنا دلوقتي على الجهاز، ودي واجهة اللايت روم. اول ما تفتح البرنامج اول مرة مش هيكون فيه اي شغل، الدنيا هتبقى فاضية بالمنظر ده. احنا في البرنامج هنبدأ نشرح حاجتين بس فيه، وهي قائمة لايبراري وقائمة ديفلوب. واول حاجة هنخش فيها هي اللايبراري. كل مهمة اللايبراري انت تبدأ تظبط الدنيا عشان تبدأ تشتغل edit. وقبل اي حاجة هنبدأ نعمل نيو كاتالوج عشان نشتغل عليه. معنى نيو كاتالوج ان انت بتقول للبرنامج ان انت بتفتح بروجكت جديد تبدأ تشتغل عليه edit. وده ازاي؟ عن طريق ان انت بتروح عند فايل، نيو كاتالوج، بعد كده بتختار المكان اللي انت تعمل فيه الكتالوج ده، ولو يكن الديسكتوب. تبدأ تسميه باسم مثلا احمد سعيد، وبتدوس كرييت. بيقولك عايز تعمل باك اب لاي حاجه فيها شغل قديم، بتقول له سكيب ذس تايم، وبيقفل البرنامج ويفتح مره جديده. تاني خطوه هنعملها بعد ما بنعمل الكتالوج ان احنا بنعمل امبورت للصور اللي احنا هنعمل عليها اديت. بنعمل امبورت للصور عن طريق كذا حاجه. اول حاجه ان احنا بنعمل دراج اند دروب زي ما انا هعمل دلوقتي. نعمل سيلكت، دراج، وهنا دروب. انا مش هعمل دروب دلوقتي عشان انا هشتغل بطريقه تانية، بس دي كانت اول طريقه. الطريقه التانية ان انت بتعمل فايل import photo and video، وبتبدا تروح للمكان اللي انت حاطط فيه الصور اللي هشتغل عليها، ولو يكن احنا قلنا الديسكتوب، فولدر اسمه لايت روم دوت، ودي الصور اللي احنا هنشتغل عليها. ودي كانت تاني طريقه نعمل فيها import للصور. تالت طريقه وهي اسهلهم واللي طبيعي ان انت تشتغل بيها، ان انت بتروح لزرار الامبورت اللي موجود على الشمال وتدوس عليه، وتخش برضو زي ما قلنا ديسكتوب والمكان اللي فيه الصور اللي هو لايت روم دوت. دي الصور اللي احنا نشتغل عليها. لو انت مثلا عندك 100 صورة ومش حابب تاخدهم كلهم، بتعمل uncheck all، بحيث ان انت مش دايس على اي صورة، وتبدأ مثلا تدوس على الصورة دي اللي هتاخدها، ودي اللي هتاخدها، ودي اللي هتاخدها مثلا. لكن لو انت هتعمل على الصور كلها edit فبتدوس تحت check all. كده احنا هناخد كل الصور اللي موجودة في الفولدر نعمل لها import عشان نعمل عليها edit. خلصنا الcheck all، دوس على كلمة import. كده الصور بتاعتنا جاهزة ان احنا نتنقل للخطوة التانية اللي هي مرحلة الديفلوب. وغالبا احنا في اللايبراري ما بنعملش اكتر من كده، لكن برضو لازم اقولك ان انت لو محتاج تعمل حاجة اسمها كويك ديفلوب، وهي موجودة على اليمين، مجرد ان انت بتزود حاجات وتنقص حاجات بسيطة. لو انت عارف ان الصور بتاعتك كلها محتاجة كده، يعني مثلا لو انت عارف ان انت مصور كل الصور بتاعتك اندر اكسبوزد ومحتاج تعليها درجتين اوفر اكسبوزد، فكل اللي عليك ان انت بتعمل سيلكت اول عن طريق كنترول او كوماند اي، وتروح عند كويك ديفلوب على اليمين وتزود درجتين في الاكسبوجر. كده كل الصور بتاعتك زادت في الاكسبوجر بتاعها درجتين. ولكن برضو معظم الناس مش بتستخدم الكويك ديفلوب ده، بتسيبها في الاخر لما تروح عند الكالر كوريكشن. فاللي هنعمله دلوقتي ان احنا نعمل ريسيت اول. كده رجعنا كل الصور زي ما هي. هتلاقي برضو على القائمه اليمين الميتا داتا بتاعت الصوره. يعني لو عملت سيلكت مثلا على الصوره دي، هتلاقي هنا اسم الصوره، وهيقول لك ان الصوره دي كوبي رايتد لاسلام عارف فوتوغرافي، الصوره دي متصوره من عند صديقي اسلام عارف. وتحت هتلاقي هنا الدايمنشن والايزو والشطر وفتحه العدسه، وهو استخدم كانون بعدسه 85 1.4، وكمان الكاميرا كانت 1 دي اكس مارك 2. كتير مننا بيحتاج المعلومات دي، فاكيد هتحتاج القائمه دي كمان في مرحله اللايبراري. في حاجه تاني برضو ممكن نعملها في اللايبراري، لكن انا بسيبها في الديفلوب، لكن برضو هقول لكم عليها، وهو موضوع الريتنج. فكره الريتنج ان انت بيبقى عندك صور كتير بتحب تختار منهم الصور اللي هتعمل لهم اكسبورت او تعمل عليهم اديت. فبتختار الصوره دي مثلا انا عايز ريت 1، والصوره دي ريت 2، الصوره دي ريت 1، دي ريت 3، ريت 3، ريت 3، ريت 5، ريت 4، او ريت 2، وهكذا وهكذا. وبتبدا تفلتر الحاجات دي عن طريق قائمه فلتر. دوس على كلمه ريتنج، تقول لهم انا عايز بس اشتغل على اللي معمول لها ريت 1، او عايز بس اشتغل على اللي معمول لهم ريت 2، او بس عايز اشتغل على اللي معمول لهم ريت 3.
تعمل ريتنج عن طريق الارقام من 1 ل5، لكن احنا برضو مش هنعمل ريت دلوقتي، هنخليها في المرحله الاخيره مرحله الديفلوب. هنعمل ريست لكل اللي احنا عملناه عن طريق كنترول زد. كده احنا جاهزين ان احنا نبدا نعمل اديتنج على الصور دي كلها. يلا بينا نخش على المرحله الثانيه وهي مرحله الديفلوب. زي ما انتم شايفين مرحله الديفلوب مليانه بقى قوائم وحاجات هنشتغل عليها كتير. الصور بتاعتنا تحت اهي كلها. خلينا نرجع مثلا للصورة بتاعت صديقي بسام نبدأ نشتغل عليها. هنلاقي مبدئيا 3 واجهات قدامنا هنبدأ نشتغل عليهم، ادي 1 2 3. وتحت هنا التايم لاين او بيسموه الفيلم ستراب، ده اللي بيبقى فيه الصور كلها. على الشمال اول حاجة هنلاقيها هي النافيجيتور، وهي بتبقى صورة مصغرة للصورة الكبيرة اللي انت شغال عليها. تقدر من خلالها ان انت تعمل زوم بريشيو معين، يعني ده مثلا الريشيو الفيلم تقدر تحركه كده 1 to 1 1 to 3 1 to 4 وهكذا وهكذا. وزي ما انت شايف بتتحرك معاك في الواجهه اللي في النص، لكن احنا في الطبيعي على طول بتبقى موجوده فيت. تاني حاجه هنلاقي البريسيتس. بريسيتس عباره عن اديت محفوظ انت عامله داونلود قبل كده من على النت او شاريه، او انت بنفسك عملت اديت على صوره وسيفته از بريسيتس وسيفته عندك في اللايت روم، بحيث لو انت هتشتغل بعد كده على كذا صوره يبقى البريسيت عندك جاهز، ما تبداش تعمل شغل من اول وجديد. هتلاقي هنا بريسيتس نازله كده كده مع اللايت روم، او ممكن تضيف بريسيت او ممكن تمسح بريسيت براحتك. تالت حاجه هنحتاجها هي الهيستوري. باختصار شديد الهيستوري دي الحاجات اللي انت بتعملها في الصوره. يعني مثلا لو بدانا اشتغلنا هنا على الصوره عملنا شويه افكتات كده، كل الحاجات دي بتتحفظ في الهيستوري هنا، بحيث لو عايز ترجع عن قرارك في حاجة معينة، عايز توصل عند الوايت وتقف فبترجع عند الوايت، عايز ترجع تاني للاكسبوجر نفس الموضوع، وهكذا وهكذا. نعمل ريسيت لكل اللي احنا عملناه. اخر حاجة موجودة وبنحتاجها في الكولم اللي موجود على الشمال ده هو الكوبي اند بيست. من خلال الكوبي اند بيست انت بتاخد كوبي من اديت عملته على صورة، فرضا عملنا الاديت ده على الصورة دي ورحنا دوسنا كوبي، بيقول لك انت عايز تعمل كوبي لايه انت عملته في الصوره دي. مثلا هنعمل تشيك اول، ناخد كوبي، نروح على الصوره اللي بعديها وندوس بيست. كده انا نقلت كل اللي عملته في الصوره دي وراح للصوره اللي بعد كده، وده هيسهل لنا قدام ان احنا لما نيجي نعمل اديت لصور كتير ما نفضلش نعمل من اول وجديد. انت مجرد بتعمل لصوره واحده اديت وبتاخد كوبي منها وتروح بيست على الصور اللي بعدها. نعمل ريسيت لكل اللي احنا عملناه عشان نرجع من الاول خالص، ونبدأ نروح للمرحلة الأصعب في البرنامج. إن شاء الله مفيش حاجة صعبة يعني، وهي مرحلة الديفلوب أو الكارر كوريكشن، وهو الكولم اللي على اليمين ده. هنكبر شوية الصورة وندوس على السهم ده عشان تعلى فوق، وننزل دي شوية. طيب أول حاجة بتقابلنا فوق هي الهيستوجرام. الهيستوجرام هو أكنك بتعمل كارر كوريكشن للهايلايتس والشادو والوايت والبلاك من تحت. الفكرة هنا في الهيستوجرام ان هو بيحدد لك، او اهم حاجة فيه الصراحة بالنسبة لي هو حاجة اسمها كليبنج. كليبنج ده عبارة عن اليرت كده بيقول لك ان المنطقة اللي موجودة في الصورة دي اذا كانت اوفر هايلايت او اوفر في البلاك. خلينا نجرب. احنا لو دوسنا كليك على السهم اللي فوق ده والسهم اللي فوق ده، قال لك ان في كليبنج في الحتت دي. كليبنج معناها ان المنطقة دي اوفر اكسبوزد قوي، محتاجة تقل. ولو مثلا خدنا الشادو ونزلناه تحت كده خالص، هنلاقي المناطق اللي معموله ازرق دي هي اصلا اندر اكسبوزد جدا، فمحتاج ان هي تعلى في الاضاءه. دي الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تستفاد منها من الانستجرام. طبعا وفي فوائد تانية كتير، وده اصلا ليه دروس لوحدها على اليوتيوب ممكن تشوفها، بيفهمك ازاي تقرا الصوره كامله من خلال الانستجرام، فتقدروا تعملوا سيرش على اليوتيوب على الموضوع ده. خلينا نرجع نعمل ريست ونقفل الكليبنج. بعد الانستجرام هتلاقي السيتنج بتاعت الصوره دي متصوره على ايزو 320 بعدسة 85 فتحة 1.4 وعلى شطر 1 على 160. هنخش بعد كده على التولز اللي بتساعدنا في ضبط الصورة، واول حاجة هي الكروب تول واختصارها حرف الار. لما بدوس على حرف الار بيظهر لك الجريد ده، وبتبدأ من خلاله تعمل كروب للمكان اللي انت عايزه في الصورة. ولو لكن انا عايز اخد الضلع اللي على اليمين ده اشده شوية في النص، لو فرضا انا حابب الصورة تبقى كده وخلصت الكروب بدوس على انتر، كده انا عملت كروب للصورة. ولو حبيت اوبشن تانية في الكروب تول هتلاقي عندك ريشيو محفوظة اصلا جاهزة، بتروح عند اوريجينال هنا وهتلاقي مقاسات كتير قوي زي مثلا 1920 في 1080. ولو عايز تغير من فيرتيكال لهوريزونتال او العكس بتدوس على حرف الاكس وتبدا تغير شكل الكروب، وتبدا بقى تظبط مثلا عايز الصورة كده وتدوس انتر. اسهل من كده مفيش والله. هنعمل ريسيت تاني للصورة ونيجي عند التول اللي بعديها وهي السبوت ريموفال.
لو حد شغال على الفوتوشوب في كلون ستامب تول، هي تقريبا زيها بالظبط. هي مهمتها انت بتاخدها وتروح تسلكت حاجه معينه، مثلا المنطقه الصفراء دي بتدوس عليها وتقول له شيلها لي، فهو بيشوف اقرب حته قريبه من المكان اللي انت بتشيله وياخدها. خلاص تمام بتدوس انتر، مش تمام تبدا تاخد الحته اللي انت عايز تغيرها وتروح بيها المنطقه احسن. كده كده كده. بس طبعا هو بيختار غالبا الحته الاحسن الموجوده اللي هي مثلا هنا، وبتدوس انتر انتر. كده الحته اللي انا عايز اشيلها اتشالت. دوس ريسيت عشان نرجع للصوره الاساسيه ونشوف التول اللي بعديها، وهي الريد اي. الريد اي دي مهمتها ان هي لو مثلا الدنيا ضلمه وبتضرب بوبه بفلاش، فالعين بؤبؤ العين بيعمل زي دايره حمراء كده، والتول دي بتشيلها. انا ما عنديش اي حاجه ريد اي صراحه، لان غالبا مبقاش فيه حد دلوقتي بيعمل موضوع الريد اي ده، فالتول دي غالبا محدش بيستخدمها كتير. نيجي للتول رقم 4 وهي الجريديان فلتر تول، واختصارها حرف الام. مهمه الجريديان فلتر تول ان هي بتعمل جريديان لافكت معين انت عايز تعمله على الصوره، ولو يكن عايزين نزود الشادو من فوق لتحت، فاحنا بنسلكت التول دي وبنروح مثلا من فوق هنا وندوس كليك ونسحب لتحت كده اهو. عايزين نشوف الافكت بيبقى عامل ازاي، بندوس هنا شو سيلكتد ماسك اوفرلاي، وده شكل الجريديان اللي هيظهر للشادو في الصوره دي. خلاص احنا كده عرفنا ان الجريديان هينزل من فوق من اقوى نقطه لغايه اقل نقطه اللي هي تحت. هنقفل الماسك اوفرلاي هنا ونبدا نشتغل. دوس مثلا على الشادو وايت شويه، نقلل شويه كونتراست. طبعا شايفين الاختلاف. ودوسنا دون. شفتوا بيفور وافتر. احنا بنروح بيفور وافتر باستخدام السلاش اللي تحت باك سبيس. بس دي مهمة الجريديان. هنعمل ريسيت للصورة. تاني حاجة عندنا اللي جنب الجريديان على طول اللي هي راديال فلتر، واختصارها شيفت ام. هي نفس موضوع الجريديان، بس الفرق ان دي دائرية، يعني بتعمل دايرة وبتعمل فيها الافكت اللي انت عايزه. مثلا كده نروح هنا نزود الشادو ونزود الكونتراست. زي ما انتم شايفين الافكت بيطلع بره الدايره مش جوه الدايره، فاحنا لو عايزين الافكت اللي يبقى ظاهر جوه الوش او جوه الدايره بنروح تحت على انفيرت ونعمل عليه علامه صح. كده بره الدايره، كده جوه الدايره. طبعا احنا ممكن باستخدام ده او باستخدام الجريديان تول ان احنا نحط لون في المنطقه اللي احنا عملنا عليها سيلكت. يعني احنا لو رحنا هنا الكالر دوسنا اللون الاحمر فهو اداني تون او اداني لون هنا. ممكن نقلل فيه الاكسبوجر، بس ده مش بنحتاجه كتير، يعني ممكن نغير هنا الالوان بقى زي ما احنا عايزين، وهكذا وهكذا. نعمل ريسيت دون، ونيجي لاخر تول وهي البراش تول. بندوس عليها، هي نفس استخدام اللي فاتوا بالظبط، بس دي باستخدام براش. دوس على البراش، ممكن تعمل منطقه هنا كده. طبعا مش باين حاجه ان انا بعمل عليها سيلكت علشان مش مفعل الماسك اوفرلاي. نقفل دي ونبدأ نشتغل. نزود اكسبوجر، نعلي الكونتراست، شوية هايلايتس نقللهم، شوية شادو، وزي ما انتم شايفين ده الشكل بعد ما اشتغلنا. بيفور افتر. طيب احنا كده عرفنا كل التولز المتاحه في اللايت روم نقدر نستخدمها على الصور بتاعتنا. احنا لغايه دلوقتي ما عملناش لسه اي اديت، بس المرحله الجايه دلوقتي هي مرحله البيزك كولر كوريكشن. اول حاجه بتقابلنا في البيزك كولر كوريكشن هو انت عايز الصوره دي الوان ولا عايزها ابيض واسود. لو عايزها كلر فبتسيبها زي ما هي، لو عايزه تحولها لبلاك اند وايت بتدوس على بلاك اند وايت. كده الصوره اتحولت من كلر لبلاك اند وايت، بس احنا هنرجع للكلر عشان نبدا نشتغل عليها. تاني حاجه هنقابلها هي البروفايل بتاع الصور. انت هنا لو دوست على كذا بروفايل هتلاقي ان الصوره بتاعتك اتغيرت الوانها، اتغيرت الشكل بتاعها، وتبدا بعد كده تشتغل عليها. او ممكن من هنا بتلاقي فلاتر كتير زي دي زي دي زي دي زي دي، لكن انا الصراحه ما بشتغلش عليها كتير. انتوا لو حابين تشتغلوا عليها مفيش اي مشاكل. كلوز، نعمل ريسيت للصوره. برضو لغايه دلوقتي احنا لسه ما بدأناش اديت. الايديت هيبدأ من الخطوه الجايه. اول حاجه بتقابلنا في الايديت هي الوايت بالانس. الوايت بالانس اللي معرفوش هو عباره عن ضبط اللون الابيض في الصوره. بعد ما تظبط اللون الابيض في الصوره بقيه الالوان كلها بتتظبط. في عندنا حاجتين في الالوان لازم نبقى عارفينهم: الالوان السخنه والالوان البارده. الالوان السخنه هي المايله الى اللون الاصفر اللي هو زي كده، والالوان البارده هي الالوان المايله للون الازرق زي كده.
فانت مهمتك في الوايت بالانس ان انت تعادل اللون الاصفر واللون الازرق في الصوره عشان يظهر لك الالوان صحيحه. نعمل ريسيت للصوره. انت ممكن تجرب في الاول الوايت بالانس انت تعمله اوتو وتبدا تشوف اذا كان الصوره اتغيرت او لا. هو هنا الوايت بالانس مظبوط. خلينا نشوف اي حاجه فيها الوايت بالانس مش مظبوط، مثلا زي دي كده. في الصوره دي مثلا لو حبينا نظبط الوايت بالانس ورحنا هنا دوسنا على اوتو هنلاقي ان في اختلاف فعلا في الصوره. تعال نشوف بيفور وافتر. الصوره هنا كانت صفرة جدا، رجعت الوان هيدت شويه للازرق. انت بقى ممكن بعينك عايز تزود الاصفر تزود الازرق براحتك. يعني انا شايف ان انا ممكن اديها كمان سيكه كده اصفر. انت لو رحت بالماوس للمكان اللي انت عايز تغير فيه الدرجات بتاعته وقفت عنده كده وفعلته، تقدر باستخدام الكيبورد والزرار اللي هو لفوق ولتحت تبدا تعدل فيه، تنزل تحت يغير، تطلع فوق ويغير. عندنا حاجه كمان نقدر من خلالها نظبط الوايت بالانس باستخدام التول دي اللي هي اسمها وايت بالانس سيلكتور. بتدوس عليها وتروح عند اي مكان ابيض في الصوره وتعمل عليه سيلكت، ولو يكن هنا العين. كل اللي انت بتعمله اللي انت بتقول للبرنامج ان ده اللون الابيض في الصوره، وهو يبدا يعادل لوحده الالوان التانية، في الاخر يطلع لك الصوره مظبوطه. وانا شايف ان دي اقرب درجات الوايت بالانس مظبوطه على الصوره بتاعتي. فبنأدي حته كده منها، خليها مثلا على 19 ولا حاجه، ادتني برضو شكل لذيذ. الفايبرنس والساتوريشن عموما احنا لما بنيجي بنزود في الالوان بنزود طبيعي في تعال نشوف في حاجه اقوى شويه وهي مثلا اللون الاخضر. هو ده لون اخضر طبيعي، لو نزلنا على الشمال هتلاقيه قلب اصفر، لو رحنا على اليمين هتلاقيه قلم اخضر قوي، وهكذا بقى في كل الالوان. تعال مثلا نشوف البلو اللي هي لابساه، بصوا قلب ايه، قلب ماجنت او بنفسجي يعني. طيب ده الهيو. نيجي بقى للساتوريشن وهي درجة قوة او بالبلدي كده فقاعة اللون. يعني مثلا عند الاخضر ممكن نزوده شوية، عند البلو ممكن نزوده شوية، وهكذا وهكذا. بس انا برضو زي ما قلت لكم فوق انا ما بحبش ازود في الساتوريشن خالص، ممكن اقلل في الساتوريشن. انا شايف ان الفستان الازرق بتاعه هارش قوي فممكن اقلله شويه، ده بالنسبه لي كده افضل. اللومينس بقى هو درجه البرايتنس بتاعه اللون. يعني الالوان بيبقى ليها برايتنس، بيبقى ليها اضاءه يعني. خلينا برضو نجرب في حاجه باينه قوي زي الاخضر والبلو. شايفين كده هيبقى دارك، كده هيبقى منور، دارك منور، دارك منور. الاخضر نفس الموضوع، بص برايتس بتاعها بيقل وبيعلى. وده كان الكالر او ال HSL color. نيجي للقائمة اللي بعديها وهي السبليت تونينج. السبليت تونينج باختصار ده بيديك تون في الشادو وفي الهايلايت. يعني فرضا لو احنا حبينا في الهايلايتس ندي تون مثلا اورنج، بندوس هنا ونروح عند اللون الاورنج ده ونقلل شوية الساتوريشن ونعليه حسب ما احنا عايزين. كده مفيش اي افكت معمول، لما نزود كده كده في افكت معمول. شايفين بيفور وافتر. طيب نيجي عند الشادو مثلا نديله ازرق، ده ازرق كده، ونزود الساتوريشن بيفور افتر بيفور افتر. انا شايف ان كده الصوره بقت اظرف كتير. وانت برضو في الحاجات دي بتبدا تشتغل انت بايدك كتير علشان تقدر توصل لنتيجه انت مستريح لها. نيجي للقائمه اللي بعديها وهي قائمه الديتيل وهي خاصه بشاربنينج الصوره. عموما مش صح ان انت تمسك القائمه بتاعه الشاربنينج وتروح عند 100% او 150%. هي بقت شارب قوي لكن الصوره بتبوظ، فيفضل ان الشارب مثلا يبقى اخرك مثلا في 40-50، وده اصلا كتير يعني. ولو حابب ان الشارب ده يبقى على الايدج بس بتاعت الصوره وده يفضل، بتروح عند ماسك وتدوس على حرف الالت وتمسك النقطه دي وتبدا تمشي لغايه لما تشوف الايدجز بس بتاعت الصوره هي اللي ظاهره، ولو يكن كده، وتسيب كده الشاربن راح للايدج بس بتاعت الصوره. بعد كده النويز ريدكشن، وبما اننا احنا بنصور الصبح فمفيش نويز كتير والصوره دي متصوره على ايزو 800، فاحنا ممكن نخلي النويز ريدكشن بس مهمته 10 وخلاص كده. نيجي للقائمه اللي بعديها وهي اللينس كوركشن. في حاجتين في اللينس كوركشن لازم تبقى عارفهم. اول حاجه هي كروماتيك ابريشن، وهي عباره عن خطوط بتظهر في الايدج بتاعه الجسم اللي معمول له انفوكس، ودي بيبقى في عدسات وعدسات. انت مجرد ما بتفعل الموضوع ده لو في اي خطوط من الحاجات دي تتشال على طول. تاني حاجه البروفايل كوركشن. معروف ان في عدسات كتير قوي بيبقى فيها ديستورشن من الجناب او من الحواف، بالاضافه للفينيك كمان حواف سودا في الجناب بتاعه الصوره. فاحنا لما بنعمل انيبل بروفايل كوركشن البرنامج لوحده بيظبط الحاجات دي. تعالوا نعمل كده زوم اوت للصوره وندوس انيبل بروفايل كوركشن. زي ما انتم شايفين الايدجز بتاعه الصوره عملت ازاي.
ودي حاجه مهمه جدا لازم نعملها. بعد كده الترانسفورم، وده برضو خاص بالديستورشن بتاع العدسات. مش كل العدسات هتلاقي فيها ديستورشن، او مش كل الصور هتلاقي فيها ديستورشن، ومش كل مره الصوره بتاعتك بتحتاج ترانسفورم معين. الحاجات دي بتبقى خاصه اكتر لو بتصور مباني او بتصور حاجات وايد كتير. لكن مثلا احنا لو عملنا اوتو وقلنا برنامج ظبطه، ظهر لي تحت no upright correction found، مفيش حاجه تعمل لها ترانسفورم او مفيش حاجه تعمل لها كوركشن. نيجي على اللي بعد كده وهي الافكتس. اكتر حاجه انت بتحتاجها هنا هو ان انت ترجع الفينيت اللي انت شلته فوق. يعني احنا لو جينا عند الاماونت وجبنا شويه هتلاقي فيه فينيت او حواف سودا موجوده في الاطراف. في ناس بتحب الحواف دي فبتعملها. يعني لو قللنا شويه كده الميد بوينت، صغرناها او كبرناها حسب ما احنا عايزين، الراوند بنسيح الموضوع شويه. فيذر بيفور وافتر زي ما انتم شايفين، بيفور وافتر، يعني شكلها ظريف برضو. الجرين وهي عباره عن نقط كده زي ما انتم شايفين تظهر في الصوره، بيعملوها اكتر الاجانب. انت لو عملتها هنا كمصري ممكن يقول لك ايه يا عم القرف ده. فغالبا ما بنعملهاش، لكن تو لازم تبقى عارف ايه مهمتها يعني. واخر حاجه عندنا هي الكاليبريشن. مش هقدر اشرح لك قوي الكاليبريشن في الموضوع، لكن دي درجات الوان اللي هي الريد والجرين والبلو، بتبدا تلعب فيهم في الهيو والساتوريشن بتاعتهم عشان تطلع التون بتاعك اللي انت عايزه. ودي اكتر حته ممكن تطلع فيها تونات ليك وتبقى انت معروف بالتون ده. تعالوا نجرب برضو مع بعض ونشوف ممكن نطلع ايه. انا عموما بحب الماجنتا في الصور، يعني انا ممكن ازود هنا ماجنتا زي ما انتم شايفين، ادتني درجه ماجنتا. الريد انا ممكن اوديه ناحيه الاورنج، ازود الساتوريشن، اقلل شويه الاصفر، اقلل، زود، او ارجع هنا كده في الهيو، في البلو. يعني مثلا لو ده التون اللي انا مستريح له، ممكن نشوف بيفور وافتر، بيفور افتر، بيفور افتر. بس كده انا كده غالبا خلصت. كل الناس اللي تابعت الفيديو ده لو حفظت البيزكس او الكلام اللي انا عملته بنسبه 80% مفيش حاجه تقف معاك في اللايت روم. انت عرفت كل التولز بتعمل ايه، وعرفت كل قايمه ايه مهمتها. مهمتك بقى يا بطل البراكتس، ضرب كتير، حط صور كتير وابدا اشتغل عليهم. هي دي الحاجه الوحيده اللي هتساعدك. وقبل ما اقفل الحلقه هديكوا شويه كويك تيبس كده ممكن تساعدك في سرعه الايديت. لو انت بتستخدم اللايت روم سي جديد، انت ممكن تكستمايز البانل اللي على اليمين دي. يعني مثلا لو انت مش بتحتاج اي حاجه في السبليت تون، بتدوس عليها كليك يمين وتدوس صح عليها فمتظهرش. لو انت مش بتحتاج حاجه في الترانسفورم، بتدوس عليها وتدوس عليها عشان ما تظهرش. لو انت محتاج كل القوائم تبقى مفتوحه، بتدوس عليها كليك يمين وتعمل سولو مود. سولو مود من خلاله تقدر تدوس على البيزكس، تفتح تون كيرف، كلر، ديتيلز، كل حاجه تبقى عندك مفتوحه وتبدا تسكرول بالماوس. لكن لو انت عايز قائمه واحده بس سولو تبقى مفتوحه والباقي كله مقفول، بتدوس كليك يمين، سولو مود. كده اي قائمه واحده هتبقى مفتوحه هتفتح غيرها التانية هتقفل، تفتح غيرها التانية هتقفل. وده اللي انا بشتغل عليه عشان ده بيسهل لي وبيخليني اركز في الموضوع اكتر. وطبعا زي ما اتكلمنا، لو احنا شغالين على قائمه معينه وعايزين نعمل بيفور وافتر او نلغي الايفكت بتاعها، بندوس على الزرار ده اوف او اون. يعني انت بعد ما خلصت الكاليبريشن ومش عاجبك ومش عايزه يتعمل، بدل ما تدوس 0 دوس على ده وخلاص كده. تاني حاجه، انت لو عامل افكت معين، مثلا لو نختار الشادو وحابب تعمل ريسيت للشادو بس، بتدوس على زرار الالت وتدوس دبل كليك على الشادو وخلاص كده. كده عمل لك ريسيت للشادو بس، وهكذا طبعا في اي اوبشن تاني. نقطه تانية هنتكلم فيها في مثلا في الكالرنج. لو انت عايز تغير الهيو بتاع الكالر ده وانت مش عارف لونه ايه، بتروح عند التارجت سيركل اللي هي دي علامتها، بتدوس عليها وتروح عند اللون اللي انت عايز تغيره وكليك وتشد لفوق او تشد لتحت. من خلال الموضوع ده هو بيسلكت اللون اللي انت عايز تغيره لو انت مش عارف اللون ده هو ايه، وبيبدا هو يغيره اوتوماتيك. طيب احنا طبعا عملنا ايديت كتير قوي على الصوره دي، وحابين ننقل الايديت ده من صوره لصوره تانية متصوره في نفس المكان. زي ما قلت لكم في اول حلقه بنعمل كوبي بيست. طيب اختصار كوبي بيست ايه؟ بندوس كنترول شيفت سي، بيقول لك انت عايز تاخد ايه من الصوره اللي انت عامل لها ايديت دي. انا على العموم باخد كل حاجه ما عدا السبوت ريموفال والكروب. بدوس كوبي واروح عند الصورة اللي بعد كده وادوس كنترول شيفت في. كده نقل لي كل الحاجة اللي انا اشتغلتها في الصورة دي على الصورة دي.
نرجع للصورة الاولانية وحابين الصورة دي ندخلها على الفوتوشوب عشان نعمل فيها اي تعديل ونرجعها تاني لللايت روم. بطريقة سهلة جدا بتدوس عليها